السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بإذن الله طالعين بفيديو جديد. بس كالعادة قبل ما بنبدأ بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا طالعين النهارده بطقم صيني فتحي محمود، بس دوت نص طقم مش طقم كامل. الطقم الكامل انا اسماء انا وبنتي، دوت نص طقم انا بإذن الله عاملاه لها للمطبخ عشان ربنا يكرمها، هحطه لها في النيش اللي هو بيبقى في المطبخ. بس الطقم دوت فيه عيوب. ايه هي العيوب اللي فيه؟ كل حاجه هطلعها فيه عشان لو انت عروسه او ام عروسه بتجيبي الطقم دوت لازم تاخد بالها كويس قوي من العيوب اللي انا هقولها. هنفتح الطقم بتاعنا وهنشوف ايه الحاجه اللي فيه. كل حاجه هعرضها معاكم هيكون فيها العيب بتاعها، هعرفه لكم هو ايه. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم نشوف الحاجه بتاعتنا. اه يا حبيبي، ده الطقم معانا. الطقم دوت من كل حاجه منه 6، لان دوت نص طقم. الطقم انا اسماء زي ما قلت لكم في اول فيديو، اسماء انا وبنتي. الطقم ده فيه عيوب كتير قوي. اهم حاجه اما بنيجي نشتري طقم، لما بنيجي بنشتري اهم حاجه ان احنا بنفتح الكرتونه وبنشوفها. احنا في المحل بيورونا الطقم اللي احنا عاوزينه، بيفتحوه لنا وبيفرجوه لنا عليه. بس بعد كده لما بنيجي بناخد بيدونا طقم مقفول، بتبقى الكرتونه او الكرتونتين بتوعه مقفولين. بنروح البيت بنفوجئ بالعيوب اللي انا لقيتها في الطقم دوت. هوريكم بقى ايه هي العيوب. اول حاجه معانا، بسم الله. بصي يا حبايبي، دوت اللي هو بتوع القهوه اهما، دوت شكل. دول شكل، وده يا حبايبي شكل تاني. ادي اول عيب في الطقم، ان اطقم القهوه مش زي بعض اهو. ادي اتنين من القهوه، شكلين. وادي الشكل التالت. طبعا الكرتونه هم ادوها لنا في المحل مقفوله عشان ما فتحناهاش الا لما جينا في البيت. فطبعا علشان ان احنا نرجع بيها تاني كان صعب قوي المشوار والمكان. اهو دوت كده. يبقى القهوه منه زي ما بوريكم اهو 3 انواع. دي غلطه. الغلطه اللي بعد كده هوريها لكم. بعد كده يا حبايبي طبق القهوه دوت. ده بتاع الفنجان، طبعا هو كبير جدا. هوريه لكم لما بيتحط عليه. اهو ده تاني غلطة يا حبايبي. بصوا الطبق كبير قوي عليه. طبعا الطبيعي بتاع القهوة بيبقى الطبق اللي هو الصغير دوت، ما بيبقاش الطبق الكبير. الاطباق دول جايين لي منهم 24 طبق من دول. ادي غلطة. بعد كده دوت اللي هو الفنجان بتاع الشاي، دوت يا حبايبي منه 6. وهوريكم التاني منه 6 برضو. دي برضو تاني غلطة فيه اهو، اللي هي ديت المجات ديت. طبعا انا بنتي اختارت المجات، وقالت لي باذن الله ان انا هجيب لها ستاند ليهم وهيتحط المجات ديت عليها. ما خدتش اللي هي الفناجيل. ادي ديت تاني غلطه في الطقم، اللي هم الفناجيل ديت 6 والمجات منهم 6. بعد كده بقى يا حبيبي الملاحات ديت، انا جايلي 6 ملاحات. من الملاحات دول 6، فانا اخدت لها منهم 2. برضو حاجات كتير قوي ما كانش لها اي لازمه. بعد كده دي يا حبايبي اهي دي معانا. هي حاجة أنا الصراحة مش فاهماها هي إيه بالظبط ولا ليها أي لازمة. دي كانت عدد وخلاص، ديت حاجة ملهاش أي لازمة. فأنا قلت لها دي هنخليها إنها لو على السفرة أو حاجة يتحط فيها معالق، يتحط فيها سكاكين. دي برضو إحنا مش فاهمين هي إيه. دي عدد. اللي عارف ديت إيه يقول لي، لأن أنا فعلا أنا مش عارفة دي لإيه أو هنستعملها لإيه بالظبط. بعد كده يا حبايبي بقى معايا الاطباق دول. الاطباق دول 24 طبق، هم لونين. لون فاتح ولون غامق. دي برضو غلطة في الطقم. بس انا هشوف لكم الطقم، هشوفه معايا. يا حبيبي زي ما انا قلت لكم، بصوا دوت غامق سنه، مدي على الكافيه. ودوت ابيض. فديت غلطه برضو فيهم. برضو الاطباق ديت انا جايه لي حوالي 24 طبق من دول. قسمتهم او 12، لا دول من 12 طبق. قسمتهم برضو انا وهي. وبعد كده دول جايين لي 12 طبق برضو من النوع دوت. اهو يا حبايبي دوت اهو زي ما انا وريت لكم. الالوان اللونين مختلفين عن بعض، الابيض والكافيه او اللي هو السمي، يعني هو اللونين مختلفين جدا. اهو دول. بعد كده هقول لكم حاجه تاني. بعد كده بقى معايا اللي هي البراد الصغير دوت. في منه براد بس كبير قوي. هي اخدت البراد دوت. بعد كده يا حبايبي معايا الاطباق دول 24 طبق من دول. طبعا كل
كده اهو علشان ما يتكسروش ونحطهم في الكرتونه. دوت كده يا حبايبي. بعد كده معايا دول الاطباق دول ب 12 طبق من اللي هو الكبير دوت، و12 من الصغير ده. يبقى كده معايا دوت طقم مختلف تاني. دوت طقم عندي انا، من حقي في الطقم بيبقى فيه الاطباق اللي هي بتاعت الغرف ديت. الاطباق الغرف دي مش موجوده فيه، ولا الحجم دوت، ولا الحجم دوت في الاطباق برضه مش موجودين. يعني الحجمين دول كده قد الغلطه برضه في الطقم مش موجودين فيه. فهي كده تعتبر ما عندهاش اطباق غرف من الطقم. عشان كده انا قلت لكم انا هحطه في الميز بتاع المطبخ. بعد كده بقى يا حبايبي معايا من الطقم الترتيب دوت، معايا الترتيب التاني. دول الترتيبين اهم. وبعد كده معايا الطبق اللي هو بتاع الكتير دوت اهو. دوت برضه لونه مختلف عنهم. دوت لونه ابيض فاتح سنه عن الطقم. ادي العيوب اللي هو الطقم ده يا حبايبي. بصي معايا الحله بتاعته كبيره جدا اهي. يعني انا عندي طقم تاني لا الحله بتاعته اكبر من كده اهو. الحله بتاعته دي كانت اكتر حاجه معانا في الطقم. ودوت يا حبايبي كان الطقم اللي معانا النهارده. دوت طقم فتحي محمود. طبعا انا قلت لكم على العيوب اللي فيه، واي ام وهي بتجيب اهم حاجه الكرتونه لو في محل الدهي ما تاخديهاش وتنسي. خدي اتفرجي على الطقم اللي انت عجبك، ولما يجيب لك طقم تاني افتحي الكرتونه وافرديها كويس او قطعه منه، وافردي الالوان بتاعته وافردي كل حاجه فيها عشان ما تغلطيش الغلطه بتاعتي. لان الطقم دوت كده كده كان بتاعي انا، انما لو عروسه مش هينفع معاها الطقم دوت. فانا انا وفيت في ليش المطبخ لبنتي ان شاء الله، لان في طبعا طقم عشا وفي طقم اركوبال وفي حاجات تانية في المطبخ. فدوت هيبقى موجود في الليش بتاع المطبخ. اتمنى يا رب ان انا ما كنتش بطول عليكم، واتمنى ان قناتي تعجبكم. واللي اول مره يخش على القناه بتاعتي ويشوفني انا ام ندى، ودي القناه بتاعتي بعرض فيها كل حاجات العرايس. اي حاجه بجيبها لبنتي واي حاجه فيها عيب انا وقفت فيه بوريهولكم، علشان اي ام او اي واحده تكون بتجهز بنت تكون بتجهز تاخد بالها كويس قوي من العيوب دي. غلطه بسيطه جدا.